امير اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لازم نرفعهم لازم نرفعهم. ارفع انت واحد وانا واحد. هذا منو؟ هذا ريان هذا ريان وهذا امير. هذا ريان حمد الله. الله يخليك. وامير حمد الله. اهلا وسهلا. شو اسمه؟ امير ريان. ريان. ايه انت حبيت ريان. حبيت عشان نادي الريان. ف الانتقادات كانت يعني قوية جدا جدا، لكن الحمد لله يعني عندي مناعة عليها. فكلمني واحد صديق اللي هو أشرف، ويعني يبي يوازيني على الأحمر وعلى الانتقادات، فقلت له ما عليك، أنا ثقتي في رب العالمين كبيرة، وإن شاء الله راح يعوضني، وحكون أنا السبب الرئيسي في أخذ هذا الكأس إن شاء الله، والحمد لله صارت يعني. نعم. طبعا الزميل محمد سعدون كواري حاب انه يتكلم معك. الان راح تسمعه في السماع. تفضل محمد. شكرا عبد العزيز. اول شيء نقول حق حسن نور الشاشه ومبروك نجاح البطوله. كابتن عبد الرزاق مساء الخير، الله يخلي لك الامير. طبعا عشان ولد عمك كل الاسره. لا الحقيقه لان فعلا هم نجحوا صراحه في تنظيم هذه البطوله. كابتن عبد الرزاق يعني انت عارف ان انا على المستوى الشخصي معجبين فيك من زمان يعني بعيد جدا، لكن انا ودي اوقف قليلا عند القوه الذهنيه اللي تميز فيها حمد الله. انا تابعت مشوارك ما شاء الله من الصين الى الجيش الى الريان الى الرباط الصليبي والعوده من الرباط الى النصر الى الاتحاد الى الشباب الى كاس العالم للانديه مع الهلال. في كل مره كنت تمر بتحديات، مع ذلك كنت تنجح نجاح ذهني. في بدايه الاستوديو قبل بدايه المباراه النهائيه كنت اتحدث مع يوسف شيبو وذكرت له بان حمد الله متعطش للانجاز بقميص المنتخب المغربي ويريد تحقيق هذه البطولة. نزلت في الشوط الثاني سجلت أهم هدفين في هذه البطولة المنتخب المغربي.